ازيكم عاملين ايه في فيديو جديد؟ طبعا انت هتستغرب بالمواضيع ملهاش علاقه ببعض، بس ده محتوى القناه. والله احنا بنطلع نتكلم في اي حاجه بس بعيدا عن الحاجات اللي انتوا عارفينها. اي موضوع في دماغي او حابب اتكلم عنه اطلع اتكلم فيه، فيلا بينا نبدا. فلو انت اول مره تشوفنا اعمل سبسكرايب او اشترك في القناه واعمل لايك والكلام الجميل اللي احنا بنقوله كل مره. وامتى بدا الاستثمار في الدوري المصري؟ بدا الاستثمار سنه 2018 لما اتعمل نادي بيراميدز. وطبعا نادي بيراميدز اتعمل يعني ايه مكايده بس في النادي الاهلي، فده مش موضوعنا. موضوعنا بقى ان بعد بيراميدز انديه كتير مشت على نفس السياق، زي ايه؟ زي فيوتشر اللي هو مودرن سبورت حاليا، سيراميكا كيلوباترا، كل الانديه دي. ودي خلت الفرق الجماهيريه ما تاخدش حقها وبقت تحت الصفر حرفيا، وده اللي اثر بالسلب على الدوري المصري. يعني يعتبر الدوري المصري حاليا جدول انديه جماهيريه كتير، خصوصا بعد الانديه الاستثماريه دي بقت موجوده. الانديه الجماهيريه طبعا هي ما فيهاش ميزانيه كبيره، فطبيعي بتهبط للدرجه الثانيه او دوري المحترفين. فده خلى جدول الدوري ممل جدا. ازاي؟ انت لو بصيت على جدول الدوري السنه اللي فاتت هتلاقيه معظمه شركات. بس حاجه حلوه برضو ان معظم الشركات بدات تنزل تهبط لدرجه تانية او دوري المحترفين، زي المقاولين مثلا. بس في ناس بتعتبر ان المقاولين العرب نادي جماهيري عادي، الناس كانت بتشجعه خصوصا ان هو واخد بطولات. طب انت هتسالني دلوقتي وهتقول لي غزل المحله نادي شركه، بس نادي الشركه وله تاريخ. يعني هو خد دوري 73، وصيف افريقيا السنه اللي بعدها، وشارك برضو في بطولات كتير، ووصل نهائي كاس الرابطه بس خسروا قدام فيوتشر. طبيعي الجدول بقى ممل جدا زي ما قلنا. بس في دوريات اوروبا الموضوع مختلف تماما. يعني مثلا على سبيل المثال الدوري الالماني، دلوقتي الدوري الالماني فيه شركه اسمها ريد بول، كلكم عارفينها، اللي هي بتاعت مشروبات الطاقه. فشركه ريد بول بقت تعمل نادي، عملت نادي سمته او خدته لمدينه. بمعنى ان شركه غزل المحله مثلا، ما هو فيها نادي غزل المحله، النادي باسم المدينه، فطبيعي النادي بقى جماهير. دي الفكره. في فكره لابد من تنفيذها، بس الفكره ديت بما ان معظم جدول الدوري كله شركات، كل شركه تراعي مدينه. بمعنى ان الفيوم مثلا كان فيها مصر المقصه، فطبيعي مصر المقصه هتلعب باسم الفيوم. المقصه الفيوم، ان اسم المحافظه او اسم المدينه مرتبط بالنادي نفسه. بس الفكره ان معظم الانديه ملهاش جماهير، فلو الفكره دي اتطبقت ولعبوا بعض هيكون في جماهير بتشجعهم. على سبيل المثال برضه مودرن سبورت مسك مثلا محافظة الشرقية لعب باسم الشرقية، وبيراميدز مسك مثلا اسم النادي المنصورة. الاتنين لو لعبوا بعض هتلاقي في ناس بتشجعهم. بس دي الفكرة. انا عارف ان هو فيديو قصير ما اتكلمناش فيه كتير زي الفيديو اللي فات، بس هي دي فكرة جات لي حبيت اتكلم عنها. طبعا لو انت اول مرة تشوفنا اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعار بالفيديو الجديد ان شاء الله. وبس، سلام.